نتحدث عن مشكلة الدولة، الأزمة الاقتصادية بالدولة أزمة كبيرة. يمكن ميزانيتنا لهذا السنة تقريبا 50 مليار إلى آخره، قليلة شوي. 50 مليار واحد وين صرفها؟ والله ما يدري همينة. لذلك احنا هم كذلك مديونين، عندنا ديون سابقة ودفعت إلى أجل معين، وهسه دايننا بعد بزايد. احنا عندنا عجز 40 مليار ورحنا نداين 350 مليار. يعني هي فكرة حلوة هيك انه الحقيقة هذه يعني للأسف الشديد هو هذا سوء التدبير، يعني مثل ما قال حكي رحومي أو أبو تحسين، فعلا هو هذا كلام عامة الناس حين يتحدثون عن الدولة. نعم. وبصراحة هذا الحديث هو حديث فيه كثير من الجدوى، لأنه فعلا هناك إخفاقات كثيرة في التخطيط الاستراتيجي للدولة وكيفية الظهور بشكل لائق وحسن أمام المجتمع حتى تستطيع الدولة أن تكسب ثقة المجتمع. الأنكى من هذا والأدهى من هذا، أنا قرأت في أحد الصحف أنه العراق في كذا تاريخ في كذا يوم يستدين مبلغ من البنك قرض من البنك الدولي 10 ملايين دولار، في الوقت الذي يصرف به 10 ملايين دولار كثير من الساسة الموجودين في واحدة من الفنادق، في واحدة من الفنادق، أو رايح يبني له برج أو يبني له جزيرة صحيح. أو ما إلى ذلك. فأنت هذا المبلغ يعني ما ممكن مثلا إذا هذا 10 ملايين دينار ما ممكن بيناتكم تهب الغيرة وكل واحد من عنده لو مليون دولار. مسألة معيبة. 10 بس 10 دكتور، مسألة معيبة. يعني لما أنت ميزانيتك 140 مليار وتداين 10 مليار. تداين 10 مليار يعني قضية بصراحة مهلكة. لذلك بصراحة هذه الأمور هي هذه عدم التخطيط الصحيح لكيفية الاستدانة وكيفية رصد المبالغ ووضع المبالغ في مكانها الصحيح. دكتور، يمكن مسألة التخطيط كلمة كبيرة على الوضع الحالي اللي احنا مسألة إدارة الأموال بشكل صحيح ما عندنا. يعني قد تكون هاي خطوة أولى لتخطيط استراتيجي كبير. يعني هسه أنت عندك بيتك وب5 أطفال، ما تعرف توزع أموالك على هذول ال5، هاي كارثة. هاي فعلا أنا جبتها بالبداية وقلت لك فعلا إذا كنت أنا مطلوب، فأنا إذا كنت محتاج إنه كل يوم أجيب 5 علاليق بالبيت، يعني هذا مثلا علاقة اليوم مثل ما نقول من قوسين، فأنا إذا كنت مديون أجيب 3 علاليق وعلاقة، أكتفي بعلاقة، لأنه أنا مديون حتى أقدر أدخر وأسد المبلغ وأعطي المبلغ المطلوب. لكن للأسف الشديد هو قلت لك عدم التخطيط الصحيح في الوضع. يعني هي شنو احنا نعوزها هذه كلها بصراحة للضمير الحي الذي يوقظ الفرد العراقي، من المسؤول إلى أصغر شخص في الدولة. المسؤول لو عنده حرقة دم حقيقية، لو عنده إرادة للتغيير، بالضبط إرادة للتغيير الحقيقي، ويمتلك حب البلد وحب الشعب الحقيقي، لا والله كان يقعد بالليل يسهر ليالي ويقعد شلون يخطط وشلون يرتب، ويقعد وزارة المالية تاكل وتشرب وياه، ما يعوف. من الأمور اللي عليها علامة استفهام كبيرة. يعني احنا اليوم في تقشف في ضائقة مالية كبيرة، بس باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه، تدخل سيارات اشكال والوان، تدخل بضائع اشكال والوان من الصين من بلدان اخرى، تفاليس. هي خردة بالدول، بس احنا نشتريها ونجيبها، احنا نصرف دم قلبنا، نخرج اموالنا لخارج. الحوالات اللي هذا سبب من الاسباب فعلا اللي ما عليها علامه استفهام. تعال انت هاي الحواله لمن بدك تحولها؟ ليش بدك تحولها؟ ماكو رقابه ماليه. ما ادري هذا البلد الاموال بيتايها بس تقشف على الشعب. زين، تعليقكم على هذا الموضوع؟ يعني حقيقه هو هذا الموضوع هذا ايضا موضوع مهم. هو لو مثلا هناك قلت لك لو اكو يعني استعاضه او اكو تفكير للدول اللي سبقتنا بهذا الموضوع. شوف اليابان من مرت بالازمه كيف تصرفت، شلون خلت خطط نهضويه حقيقيه للقيام بالبلد، وشوف وين وصلت. كذلك ماليزيا، كثير من الدول حقيقه لو يروحون يراجعون هذه الخطط شلون نهضت هذه الدول واصبحت الان هي دول مصدره ومموله للعالم، كيف كانت وكيف اصبحت. الآن للأسف الشديد احنا عندنا قلت لك هذا التخطيط الاستراتيجي غاب عندنا بصراحة، غاب بشكل كبير، لأنه من تحكي وزارة المالية تذب الموضوع على عاتق مثلا وزارة التخطيط، يقول لك هم ما خططوا لنا. تجي على وزارة التخطيط يقول لك ما انطونا إعاز حتى نخطط أو ما كذا، فالقضية قام واحد يذب على الآخر، وبالتالي ضاع الموضوع الحقيقي النهضوي اللي ممكن البلد ينهض به ونقضي على هاي مشاكل كثيرة. أنا عندي 3 أسئلة أحاول أنه أختصرهم في مجال ضيق بهاي الحلقة. واحدة من الأمور أنه العراق يعتبر ثالث دولة في العالم في تبييض الأموال. فعلا. هذه مشكلة كبيرة وضعت مجلس قد يكون البنك الدولي أو هيئة الأمم، أنه قد تفرض على العراق عقوبات في حال أنه لم يصدر عقوبات اقتصادية على هذا الموضوع أو لم يحدد ذلك بقانون.
تعليقكم على هذا الموضوع. فعلا هذا قضية مهمة بصراحة. يفترض أن يكون ترتيب وتنظيم من الداخل حتى يستطيع الخارج أن يؤمن ويثق يعني يثق بالمجتمع العراقي بالإداريين الماليين الموجودين في البلد. مثلا عملية تبييض الأموال هذه مهلكة فعلا. كثير من الأمور مثلا تروح جماعة الصيرفة وش يسوون؟ يروح يتفق ويا عدة أشخاص عدة أفراد، يا أنت تروح على أساس تسافر تسحب هالقد مبلغ وتجيبه لي يعني هو منسق طبعا ويا البنوك ويرتب الحال، تسحب المبلغ حتى في سبيل انه ياخذ عليك من كل دفعه يعطيك ورقه او يعطيك 100,000 او كذا. يعني بصراحه انا يعني كثير من اطلعت على هذا الموضوع من اصدقائي يعني يروحوا يسوون هيك، يقول لك انا هذه هم اعتبره مصرف، فيروح ياخذ له مبلغ مثلا 6 ملايين او 5 ملايين اذا هو ضامه بالبيت، يروح على اساس ده يسافر حتى يحول مساله تحويل الفارق بالعمله يصير بمبلغ يتقاسمه هو وابو الصيرفه ويكون مسبقا ابو الصيرفه مخطط ويا الاخر. اذا اصبحت عصابات. اي فهذه القضيه بصراحه هي المشكله عندما تجي للموضوع وتخلي ايدك على الدنبله تشوف القضيه هذه يدرون بها الدوله، زين لا تدرون بها انتم ليش هم عارفينها؟ مو هاي قضيه تبييض اموال شلون زين اكو مساله ثانيه كثير من هذا الموضوع مثل ما ذكرت لكم الدوله تدري بها وساكته. شوي وقت البرنامج ضيق فراح اختصر لك عدد من الاسئله. ميزانيه العراق حاليا احنا 6 اشهر الاولى من السنه 27 مليار لحد الان، احنا ميزانيتنا من بيع النفط. الدول القريبه ميزانيتها بالسنه كلها 7 مليارات 8 مليارات ومشي امورها تتجاوز ال10. زين احنا بنص سنه 27 يعني سنه كامله 54 مليار 54 مليار ما نقدر نمشي شويه امورنا بكلمه يعني اخيره؟ بصراحه انا اعتقد انه لو كان هناك التفاته حقيقيه لهذا الموضوع ال 45 انا اعتقد كافيه لايقاظ المجتمع، كافيه لسد حاجات المجتمع، كافيه لسد حاجات الدوله. إذا كان هناك تخطيط استراتيجي حقيقي، إذا كان هناك من يعمل بضمير حي متيقظ حتى بالتالي ينتشل البلد ويحوله من واقع إلى واقع آخر. دكتور كاظم شكرا جزيلا لوجودك ويانا، الموضوع مهم له أهمية كبيرة، كان أتمنى أنه أكو وقت بعد لإكمال هذا الموضوع. على العموم إن شاء الله في حلقات قادمة ممكن أنه نتحدث عن هذا الموضوع، وأنه في حقه شكرا جزيلا لوجودكم ويانا. أعزائي المشاهدين